من آن لآخر بطفي النار عشان خاطر ما توصلش للدرجة اللي هي 117 فahrenheit بسرعة. يعني عايزة الحكاية دي تاخد نص ساعة قبل ما توصل للدرجة اللي هي 47 درجة مئوية. فأنا من آن لآخر أطفي النار، استنى عليها شوية وارجع أولع، بس كله على نار هادية جدا. وفي نفس الوقت لازم أقلب، لو ما قلبتش الجبنة كلها هتبقى كتلة واحدة، مش هعرف اتصرف فيها، عشان حتى القطع الكبيرة دي تتقطع والشرش يطلع منها. اتاني اعمل الحكاية دي لحد ما الشرش كله يفصل، هوريكم ازاي في الاخر. نفس الوقت لازم اكون بقيس درجة الحرارة عشان ما تعلاش مني وانا مش واخدة بالي. هي كده تقريبا 97، بقالها ربع ساعة، يعني فاضل ربع ساعة كمان عشان توصل للدرجة المطلوبة. اقلبها كمان تقليبة وبعد كده اغطي عليها، اسيبها مثلا 5 دقايق وارجع اعمل نفس الحكاية دي تاني. ما تسيبش حاجة تكلكع كده كتير. زي ما احنا شايفين ابتدت تتغير كده، والشرش ابتدى يزيد، ابتدت شكلها زي مثلا حبات اللوبيا. اخلي بالي دايما من آن لآخر اقلب، ما سيبش اي كلاكيع كبيرة كده. تقليب والتأكد من درجة الحرارة. هي عدت نص ساعة دلوقتي، نشوف درجة الحرارة. هي درجة الحرارة دلوقتي 109. لسه هستنى لحد ما توصل ل 117 زي ما اتفقنا. عشان درجة الحرارة ما تعلاش بسرعة اطفي واولع النار على هادي قوي، مخليهاش ترتفع بسرعة. انا اللي اغطيها واستنى شوية. زي ما احنا شايفين الشرش كتر قوي، وكمية الجبنة قلت، وزي ما احنا شايفين مقاس الجبنة عاملة زي حبات اللوبيا كده. وفي نفس الوقت لما امسكها الاقيها متماسكة قوي، يعني كل الشرش فصل. وفي نفس الوقت عشان اتأكد من درجة الحرارة، اشوف درجة الحرارة وصلت للدرجة اللي انا عايزاها ولا لا، اللي هي 117 فahrenheit. هي كده تقريبا 116. هطفي وابتدي اصفيها. هبتدي انقل الجبنة في مصفى. انا مجهزة مصفى تكون زي ما اتفقنا سلك، والمصفى دي انا معقماها، واي بولة كده عشان ينزل فيها الشرش. وفي نفس الوقت المصفى هحط فيها الشاش ده عبارة عن 4 طبقات عشان مفيش حاجة تعدي منه، وطبعا يكون جديد. هنقل الجبنة، احاول اوزعها كده، لان في نفس الوقت هحط الفلفل الاسود. كل ما احط معلقة احط شوية فلفل اسود، لان مش هقلبه خالص. انا كبيت شوية من الشرش في الحوض، ده اللي فاضل هكبه بقى هنا كله، مش هيجرى حاجة لان انا هصفيه كده. انا نقلته كله. احاول اتخلص من الشرش اللي نزل في البولة من تحت. احط بس اخر شوية فلفل، مش لازم احط الفلفل الاسود كله عشان ما يبقاش كتير. يعني انا المعلقة الا ربع دي ما استعملتش غير نص معلقة. اتخلص بقى من الشرش اللي تحت واسيب دول يتصفوا. زي ما احنا شايفين الجبنة اتصفت خالص تقريبا من المية. بعد كده هبتدي انقلها في القالب. انا هستعمل القالب ده وهحط فيه الجبنة. هبتدي اجيب شاشة تانية واحط الجبنة جوه الشاشة النظيفة التانية. واضغط عليها كده عشان احط كل الجبنة فيها. كده انا نقلت كل كمية الجبنة في القالب ده. هبتدي احط اللي هي الوردة دي. ممكن اي حاجة بلاستيك عندنا صغيرة ممكن احطها عليه.
وبعد كده اغطي تاني بالشاشة. في عندي كذا طريقة ممكن اعملها، حاجة من الاتنين، يا اما ارفع دي شوية احط تحتيها اي شبكة عشان تقعد تصفي، وفي نفس الوقت احط اي حاجة تقيلة هنا. المهم نحط وزن تقيل هنا. ممكن نحط اي حاجة معدن زي مثلا اللبانة الصغيرة دي بتاعت اللبن، احطها هنا واحط فوقيها طبق مثلا وجيركن مية. ده يعتبر تقل على الاقل ما يعادل 5 كيلو، وابيتها لمدة 12 ساعة. بعد 12 ساعة هعمل نفس الحكاية، بس هاخد الجبنة اقلبها الناحية التانية. انا هنا عندي جهاز معين ضاغط بستخدمه، هوريهولكم. ده الجهاز بتاعي اللي انا بحط فيه الجبنة. بقفل الصواميل ديت تقوم تضغط على الجبنة، وفي سوستة هنا، فما بحط الجبنة هنا تحت واقفل الصواميل دي مع السوستة بتضغط على الجبنة، بتعمل ما يعادل وزن 5 كيلو. اول الجهاز بحطه على شبكة وفي صاج عشان ما يقعد ينزل الشرش ينزل على الصاجة، ما ينزلش في اي حاجة تانية. بحط اي حاجة معدن كده. نفس الطريقة هتعملوها مع التقل العادي لو احنا هنحط وزن. ده انا بعمل بنفس الطريقة هنا، بس بحط عليه ضاغط اللي هو الجهاز ده. فانا بنزله من تحت وابتدي اقفل الصواميل تقوم تضغط على الجبنة. تقعد لمدة 12 ساعة، هتنها تنزل الشرش بتاعها وهتنزل مسافة معينة. تاني يوم هقلبها. انا كده هقفل الصواميل دي، هتضغط بقى على القالب نفسه ويبتدي يتصفى. الجهاز ده انا شرحت طريقة عمله في طريقة عمل الجبنة الشيدر، يعني اللي عايز يعرف ازاي بيتعمل موجود في الفيديو بتاع الجبنة الشيدر. انا ضغطة السوستة، هحاول اضغطها تاني اكتر عشان تقعد لمدة 12 ساعة. زي ما احنا شايفين الخشبة ضغطة على الكوباية دي المعدن، بتضغط على الجبنة عشان دي طبعا فيها سوست. الضغط بيتنو مستمر واحدة واحدة. احنا برضو لما نيجي نعملها بتقل عادي مش نحط كل 5 كيلو مرة واحدة، نحط كيلو، نحط 2 وبعد كده 3 وبعد كده نزود، بحيث ان احنا نضمن ان في تجانس في الضغط على الجبنة، ما يبقاش مرة واحدة 5 كيلو. زي ما احنا شايفين اهي المية عمالة تنزل، الشرش بينزل اهو، لان نفس القالب ده فيه خرام. نخلي بالنا القوالب اللي هنستخدمها يكون فيها خرام، سواء مدورة او مربعة. هسيبها دلوقتي 12 ساعة وبعد كده هرجع اقلبها تاني وهوريكم ازاي هنكمل. زي ما احنا شايفين الجبنة عدى عليها حوالي 12 ساعة، صفت كمية كبيرة من الشرش. هطلعها من القالب ده واقلبها الناحية التانية. برضه احط الوردة دي واضغط لحد ما تنزل تحت. هي كده نزلت لحد الاخر. هحطها تاني في الجهاز لمدة 12 ساعة تانية. بعد كده بجهز برطمان او العلبة او اي حاجة هنقع فيها الجبنة. المية دي زي ما اتفقنا مية مفلترة اللي هي ديستلد ووتر. كل لتر بحط عليه كوباية ملح، فدول تقريبا لتر ونص. انا ما حطيتش الكمية كلها، حطيت بس كوباية ونص ملح. المحلول الملحي ده لازم يكون مشبع،
بالذات لما نيجي نعمل الجبنه الرومي لازم يكون مشبع، حتى لو انا دوبت الملح وما دابش كله مش مشكله، دليل على انه مشبع. بعد كده هحط فيه الجبنه لمده 12 ساعه. احاول ازود ميه كمان، وطبعا طالما زودت ميه زود ملح عشان تغطس كلها. لو الملح مش دايب كله مش مشكله. محلول الملح ده ممكن استعمله كل مرة اجي اعمل جبنة، هو نفس المحلول ده، يعني انا هسيب فيها الجبنة 12 ساعة ممكن احتفظ بيه، نفس المية دي احتفظ بيها لمرة بعد كده، ما احتاجش ان انا كل مرة اغير، وممكن بعد كده اقعد ازود في الملح. فهسيبه 12 ساعة، بس مهم قوي ان يكون درجة حرارته من 50 ل 55 فahrenheit، يعني حوالي 12 درجة مئوية. دلوقتي في التلاجة لمدة 12 ساعة، وبعد 12 ساعة هوريكم هنعمل ايه. كده الجبنة عدى عليها 12 ساعة محطوطة في المية والملح. هطلعها الاول من العلبة وانشفها بورق مطبخ. وابتدي انشفها كويس. بعد كده هجيب البامبو ده واحطها عشان هسيبها لمدة يومين كاملين تنشف. عايزة احط الجبنة على الطبق على طول لانه هتتكتم من تحت، فانا بحط البامبو ده عشان يبقى فيه فراغات ويحصل تهوية من كل ناحية. وكل مثلا 12 ساعة او 6 ساعات اقلبها، ممكن اعملها كده بعد 6 ساعات تانية اقلبها كده، المهم انها اطمن انها هتنشف من كل ناحية. وفي نفس الوقت عشان اضمن ان مفيش حاجة تيجي عليها اي حشرات ولا حاجة، بحتة شاش كده اغطيها بس كده، يعني برضو في تهوية لحد ما الاقي عملت طبقة لونها اصفر كده زي ما احنا شايفين، بيج فاتح. لازم اللون يتغير يبقى اصفر وناشفة. دي هتتساب برا التلاجة مش في التلاجة، لان التلاجة ممكن تعمل لها رطوبة تاني. المحلول الملحي اللي انا استخدمته احتفظ بيه، ممكن اعمل بيه مرة تانية. وفي نفس الوقت الشاش اللي انا بستخدمه برضو احتفظ بيه لما يتغسل كويس، حتى الفتحات بتاعته هتقفل شوية، هيكش يعني، فهيبقى افضل من الجديد، فممكن نستعمله تاني لمرات تانية. زي ما احنا شايفين الجبنة عدى عليها تقريبا 18 ساعة. انا لقيتها نشفت على طول لان الجو في البيت جاف شوية، فلقيتها نشفت كلها. بعد 12 ساعة قلبتها، فهي حتى نلاقي طبقة لونها اصفر كده، يبقى كده نشفت ناشفة خالص. الخطوة اللي بعد كده بجيب علبة تكون بغطا واحط فيها الجبنة. قطعة الجبنة دي بقالها تقريبا 4 شهور، بس انا هسيبها تاني لمدة سنة. اما اجي احط القطعة التانية هتبقى معاها في نفس العلبة. كل اللي بعمله ان انا بجيب برضو واحدة بامبو احطها في القاعدة بتاعت العلبة، واجيب زي كوباية صغيرة او برطمان صغير قوي احط فيه شوية مية معاها قطعة شاش. دور دي ايه؟ تعمل رطوبة، لان ده انا هقفل عليه لمدة طويلة. يهمني انها ما تنشفش ما تشققش، لان انا لو سبتها هيحصل لها تشقق. لكن لازم احط مية، يعني اعمل لها رطوبة، نسبة رطوبة معينة. القطعة دي كل اللي عملته ان انا الاول دهنتها بالزيت، وبعد كده لفتها في ورق زبدة وقفلت عليها، وحطيت لها الفويل ورق الألمونيا وقفلت عليها خالص وحطيتها في العلبة. بس في خلال ال4 شهور ده انا فتحت عليها كذا مرة. في مرة من المرات ابتدى يظهر عليها حاجات خضرة كده، تعفن. مش معنى كده انها باظت. لما يبتدي يظهر اي تعفن، كل اللي بعمله بجيب شوية خل وعليهم شوية ملح وورق مطبخ، وابتدي انضف التعفن اللي بيظهر. ما استخدمش مية، هو خل وملح بس.
وانضف مكانها، يعني اي حاجة خضرة كده ابتدي انضف لحد ما تروح خالص. بعد ما انضفها كويس انشفها وادهنها زيت تاني واحطها تاني في الورق. اغير نفس ورق الزبدة بورق نظيف عشان ما يحصلش تعفن تاني. اقفل عليها واشيلها تاني. كل شهر اتابع. هبتدي اعمل مع دي نفس الحكاية. هحط عليها زيت زيتون او ممكن زيت عادي، بس انا بفضل زيت الزيتون عشان تقيل شوية. انا ليه بحط زيت؟ عشان اكتمها خالص ما يبقاش فيه فرصة انها تنشف. بعد كده اجيب ورق الزبدة واحطها فيها، بعد كده الفويل، احاول اخرج منها اي هواء، وبعد كده احطها في العلبة اللي انا عامله لها نسبة رطوبة. بالنسبة للجبن دي بتتخزن في ثلاجات ليها درجة حرارة 12 درجة مئوية او 55 فهرنهايت، ومثبتين الرطوبة بتاعتها. فانا بعمل الحكاية دي في التلاجة بتاعتي. برضو بحط شوية مية بس ان انا اعمل نسبة رطوبة هنا، لان انا لو سبتها زي ما هي كده في التلاجة هاجي افتح عليها الاقيها شققت ونشفت. فانا لازم احطها في علبة اقفل عليها خالص واديلها نسبة رطوبة واسيبها بقى. يعني بالنسبة لدي انا مش هفتح عليها خلاص، يعني ممكن كمان شهر، دي كمان اسبوع افتح عليها وابص عليها برضو، واحطها في التلاجة جوه كده، تكون في الرف اللي تحت خالص عشان ما تبقاش ساقعة قوي. حاولوا تجربوها ان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.